اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت يا رب. السنه دي اتجوز ميرنا في بيت واحد يا رب. امال بترفع ايدك على الاكل قبل ابوك يا قليل الربايه؟ هتاكل قبل ابوك يا قليل والله الحياه؟ لا يا حاج، والله انا بدعي بس، والله ما اكلتش لسه. بدعي قبل ابوك بتتنحنح لي على الفرخه، داخل تخطب الفرخه يا قليل الادب. والله يا حاج والله ما اقدر والله. بتبوس كتف ابوك قبل الاكل يا قليل يا الادب. حاج والله انا اسف، والله انا اسف. كله فكنا من سيره ميرنا بقى، خلاص فكنا من ميرنا شويه بقى. حاضر. ماما بابا شكله متعصب شويه صح؟ مزاجه مش رايق خالص. اوعي تمد ايدك على الطحين. مش هاكل مش هدي. اتفضل كل قبل ابوك بالمره، افسخ لك الفرخه. سي محمود، ناكل يا اخويا ولا ايه؟ العيشه داخله علينا. ناكل وبراحتك، لو مش عايزنا نتسحر بيه عادي. ما تاكلي وانا ساكن في سكه يا مشيئه. ما تاكلي يا ملك يا بنت. قوم هات الملح. الملح فين؟ فين الملح يا مشيئه؟ الملح فين؟ عندك يا اخويا اهو قدامك. وانا بكلم نفسي الملح يا فين؟ بابا ما ماما قالت لك الملح قدامك اهو. بابا انت ليه مش مصدقها؟ هو ده الملح؟ لا ايوه جايب لي الملح في كوبايه تكاوي. هو انا هطلع ارش على الصحراء ولا؟ يا ماما ما احنا قلنا نحط الملح في ملاحه، خلينا نتطور. ارش لك انا الملح يا بابا؟ ترش لي الملح؟ هو السبوع بتاعي يالا. ما تقومي يا مشاهد غنوا لي حلقاتك برجالات. غني يا ملك لابوك حلقاتك برجالات. غني يا بابا. حلقاتك يا اخويا وبرجالاتك. حلقاتك. يا بابا ما يصحش، انت كبرت. والله كبرت. انا كبرت يعني للحياه. انا كبرت يعني للقاد. غني يا مشيئه حلقاتك. هو بابا ماله؟ حاسه انه اتعصب سيكا؟ متعصب سيكا؟ بعد كل اللي بيعمله دوت متعصب سيكا؟ لا يا اختي، هو بس مزاجه مش رايق. بالراحه على نفسك، بالراحه على نفسك. انت قاعد جنب ابوك قليل الادب. انا عارفه ايه اللي هيعدل مزاجك. هي كوبايه شاي الورده وهتتحول. خد يا اخويا احلى كوبايه شاي الورده الناعم اللي هو بتاع الفطار ده. تعبت نفسك يا مشيئه. تعبك راحه. خد يا ايمن حته الدبوسه دي من بابي. لا يا بابا ما يصحش، دي دبوسه حضرتك. قصدي فرخه حضرتك. والله ما الاب بيشبع لما يشوف عياله شبعانين. هو انا عايز غليك ولا ايه يا مشيئه؟ طبعا يا اخويا، هو في حنيتك ولا ايه يا مشيئه؟ هو يا اخويا في حنيتك؟ ما تفطريه كل يوم على شاي الورده بدل ما احنا متمرمطين كده. خد الدبوسه. خد الدبوسه يا ايمن. حاضر يا ولا بابا. ايه يا مشيئه؟ طبعا يا اخويا ياخد الدبوس. خد الدبوس. ماما بقول لك ايه، كنت عايزاكي يعني تروحي تكلمي لي بابا. قال انا معزومه بكره عند شيماء بنت عمتي، ما تعملي له واحد شاي ورده وروحي كده فاتحين. انت عبيطه يا بت، ده ابوكي ده بلسم مفيش زيه في الدنيا. وبعدين انت رايحه تفطري فين يعني؟ عند اخته، يعني صله رحم. هو في حنيه ابوكي دي في الدنيا؟ يعني انت شايفه كده يا ماما؟ يا بت روحي، خلي بالك انا مش مطمنه. عيب عليكي ده بابا. بس هسمع كلامك. حاضر. بابا. عايزه ازاي تخش عليا من غير ما تخبطي؟ يا ابويا ما انا خبطت والله العظيم. كدبيني بقى. كدبي ابوك بيأذي. يا بابا ده انت على راسنا. ايوه. انا بس كنت عايزه استاذنك في حاجه. آه. كنت رايحه بكره افطر مع شباب بنت عمتي. تفطري مع مين؟ شباب بنت عمتي. يا ما شاء الله، رايحه تفطري لي مع ناس ما نعرفهمش دي شوشو. كمان. مع شوشو؟ مين شوشو دي غير شيماء؟ يا ابويا ما هي شوشو هي شيماء، دي بنت اختك، دي بنت عمتي يا بابا. بنت عمتها؟ وانا ليا اخت؟ في ايه يا ولد؟ في ايه؟ بابا ماسك ملك وبيمسح بيها تحت الترابيزه. يا مراري ده انا لسه منفضه. دوقته. اعملي له اي حاجه، اعملي له كوبايه، اعملي له ايوه شاي ورده ولا اخضر ده. ماشي. لا بقول لك اعملي لي الفتله. هو بيحب الفتلة؟ طيب. بيتفتل. لا بصي هو بيحب احسن حاجه. بس اسكت، هتصرف. اعمل عايزه ايه؟ تلغي ابوكي؟ اعمل ايه يا رب؟ خلاص. هعمل له شاي ورده. اديني فرصه اتكلم وابوك يخرب. عايزه تفطري يا بنت بره البيت؟ ها عايزه تفطري مع ناس غريبه؟ شفت الرقبه وناس غريبه. مين شيماء انطقي؟ تفطري لغيت ابوك فين يا بنت الحزام البني؟ والله يا بابا ما اعرف. من امتى الكلام ده بيحصل؟ عايزه تفطر الهانم بره البيت؟ انا مالي يا بابا؟ ها عايزه تفطر بره البيت؟ فين يا بنت الجاكيت البني؟ يا بابا والله برضه ما اعرف. فين يا بنت المحفظه البني؟ هاتي لي اي حاجه بني اكسر دماغي. فين بره البيت يالا؟ انا مالي يا بابا؟ اتفضل يا اخويا كوبايه الشاي الفتله الورده. روق بالك. ايوه يا شوشو. لا زعلان يا شوشو. يعني تعزمي ملوكه ولا تعزميش عمك؟ عمها مين يا بابا؟ انت بالنسبه لها خاله. انت مش قلت دي بنت عمتك يا بنت؟ ايوه بنت عمتي انا، لكن انت خالها يا بابا. يعني دي بنت مين؟ بنت فاطمه اختك يا بابا. ايوه فاطمه خالتك فين؟ مش فاطمه تبقى خالتها؟ لا يا فاطمه اختك يا بابا. فاطمه ايوه. امال دي مين اللي واقفه دي؟ مراتك يا بابا. ايوه يا شوش. لا مش جاي. لا عندكم شاي الورده يا ما عندكمش. انتوا بتترعشوا ليه مالكم؟ يا مرنون لا الاكل من ايدك كان تحفه والله. والله ايه يا بنتي الحلاوه دي؟ لا بجد. يا بنتي لا، انت بتحمري البصل الاول وبعدين بتحطي عليها الطماطم ماما تاخديها بقول لك يعني. ايه، وانت بعدين مكمله مكالمتك كده ما تتوتريش. بابا بيعمل ابنك ثبت بلكونه بره. انا بقول لك يا تلحقيه يا ما تلحقوش. ما توجعوش دماغي بقى. يا مراري. ده ميعاد الشاي الورده الاخضر ابو نعناع.
ده شاي الورد الاخضر حالا يا حبيبي جايلك. اصبر يا ايمن اجمد. بترد على ابوك يالا. سيب الواد. ايه يا مشيئة؟ اتفضل كوبايه الشاي الخضراء الفتله الورد ابو نعناع. يا ما يصحش تكلميني بالاسلوب ده. اشرب. بابا هو اشمعنى شاي الورده اللي انت بتحب تشربه؟ ايوه بابا صح، ايه السر يعني في شاي الورد؟ اول حاجه طعمه حلو، يعني بتشربي شاي ولا هي مشيئة؟ طبعا. يعني الروقان كله. تاني حاجه براند مصر. تالت حاجه سعره حلو، مش مش بخل يعني. لا. الكلام بقى ان هو منه انواع كتير، على كل لون يا بطاطسه يا بطاطسه ويا بطاطسه يا ايه مش مهم. مش مهم. في منه الناعم وفي منه الخرز، في منه الفتله، واهم حاجه عندي كوبايه الشاي بعد صلاه التراويح دي في حته تانية لوحدها. بابا انت وصلت للفتله بس. الشاي خلص. الشاي حاضر. هما جريوا ليه؟ هما خافوا من ايه؟ في ايه؟